لو انت من فيصل تعالى اقول لك على اجمد كريب ممكن تاكله، كريب رول. تعالوا نطلع مع بعض الكريب واقول لكم رايي. بس مبدئيا يا جماعه ده مش اعلان، انا بعمل ريفيوهات للحاجات اللي تستحق فعلا ان يتعمل عنها ريفيو، والمطعم ده انا جربته اكتر من مره علشان كده طلع اقول لكم رايي فيه. بصوا يا جماعه، انا اكتر حاجه بحب اكلها من المطعم ده بصراحه يعتبر ما باكلش غيرها، فهو الكريب ستريبس. بصوا اوريكم الكريب عامل ازاي. بصوا هو بيجي اولا متغلف كده تمام، وعليه اللوجو بتاعهم تمام. الكريب شكله بالمنظر ده زي ما انتم شايفين كده قدامكم. بصراحه يا جماعه مخدوم كويس جدا جدا وطعمه تحفه. الخامات حتى اللي بيشتغلوا بيها خامات كويسه جدا جدا، من اشهر الشركات اللي موجوده في مصر بدون ذكر اسماء طبعا. بس انا لما بسالهم عن الخامات اللي بيشتغلوا بيها فعلا لقيت خامات محترمه جدا جدا بيشتغلوا بيها، وده باين اصلا. انا يعني اللي خلاني سالت انه باين من طعم الكريب والخامات ان هي حاجات نظيفه جدا، فحبيت ان انا كان عندي فضول اسال ايه الخامات اللي بيشتغلوا بيها، وفعلا لقيتها خامات كويسه جدا جدا كلنا بنجيبها في بيوتنا يعني. تعالى دوق كده. لقمة الكريب نفسها مستوية كويس جدا، طعم ممتاز. هو عموما الستريبس ده بيجي سبايسي، وانت لو عاوز تحط اضافة سبايسي كمان بيضيفها. وعايز اقول لكم الاسعار حلوه جدا جدا. سيب لكم اللينك في الديسكريبشن، لينك الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك، ادخلوا شوفوا الاسعار هتلاقوا حاجات حلوه جدا جدا. وزي ما قلت لكم يا جماعه في اول فيديو، ده مش اعلان، انا بقول رايي في حاجه انا جربتها وعلشان كده طلعت اشاركها معاكم. وصدقوني احسن كريب ممكن تاكلوه في فيصل. سلام.